السلام عليكم متابعين النصر سمارت هوم من كل مكان. انا جاي اقول لكم هنا على حاجه مهمه جدا. في قطع كوردلس. احنا عندنا في معظم الشغل اللي هو المينيهات اللي فيه مفاتيح. لو اخدنا للمفاتيح بولاريتي مختلفه، فبيحصل شورت وتبوظ المفاتيح، وديت في بعض او في معظم شغل اللي شفته اللي مش طالع منه استربات زي القطع الاتنين خط والواحد خط في كوردلس، لكن التلاتة خط والاربعة خط فطالع منهم استربات، مفيش اي مشكلة خالص. الخطأ بيجي لما يكون في مسامير ويحصل عكس للبولاريتي بين الكهرباء والأرضي، ففي القطع التانية بيحصل مشاكل والقطعة بتعمل شورت. طيب، ايه اللي بيميز كوردلس عن غيرها؟ المستورد لما اتكلمنا معاه وقلنا له القطعة ديت جودتها عالية جدا، قال لي انا كنت براعي ان اجيب شغل من مصنع شغال تبع معايير الجودة الأوروبية وما بيصدرش لمصر. أول مرة يصدر لمصر من خلالي أنا بس، لأن المستوردين بيروحوا يشتروا أقل جودة في السوق. مثلا لو سأل المصنع دي بكام، قال له ب10 قروش، قال له لا أنا عايزها ب3.5. فالمصنع بيعملها له ب3.5. طبعا بيشيل منها حمايات وبيشيل منها حاجات كتير، واحنا بنلاحظ كده في الشغل الموجود في السوق انه بيلزق ويعلق ويضرب والكلام ده. وفي بعض البراندات الكبيره برضو بيحصل فيها الكلام ده، والشغل لو حصل عكس البولاريتي اللي رايح على الاس 1 والاس 2 بيضرب الشغل. فهو قال لي ان المصنع شغال بالمعايير الاوروبيه وما بيقبلش يبعت شغل لبعض البلدان اللي التجار بتوعها بيبدا يفاصل في السعر. فالمستورد بتاعنا ربنا يصلح حاله طبعا جاب الشغل بالسعر بتاعهم اللي قالوا عليه بأعلى مواصفات عشان ينافس في السوق المصري، لأن احنا تعبنا من الشغل بتاع تويا الموجود في السوق اللي بيعمل مشاكل. فأنا دلوقتي هجري معاكم اختبار يثبت الكلام ده، وبصراحة هو فرحني جدا يعني. أنا عندي هنا القطعة دي، هنشيل بقى دول ونشتغل على القطعة التانية، فخليكم معانا. طبعا احنا وصلنا القطعة بتاعتنا بالطريقة السليمة. هنا النيوترال وهنا اللاين، وهنيجي نقيس بين المفتاح الاس والنيوترال، هنلاقي عطينا 3.3 فولت دي سي، والدي سي باين اهو في الكورنر هنا. اذا احنا بنقيس دي سي، وده الفولتيه اللي رايحه للاي اس بي اللي هو المتحكم بتاع الواي فاي. طبعا لو دخلناها 220 اكيد المتحكم هيضرب والقطعه هتبوظ. هنقيس بين الاس واللاين ال 220 عشان لو اتعكست البولاريتي، طبعا ما بيقيس لانه دي سي، هنجيب على الاي سي. بص حضراتكم اي سي اهو، وبنقيس عطانا 235 فولت. اذا 235 فولت دول لو دخلوا على الاس هيروح المتحكم اللي هو بيشتغل 3.3 فولت دي سي، فاكيد هيضرب والقطعه هتبوظ. ولكن شوف السحر بتاع كوردلس. هنجرب اول قبل ما نشوف السحر اللي احنا هنشغل القطعه. هنحط هنا في النيوترال سلكه زي ما يكون مفتاح، وهنلامس هنا. اذا القطعه شغاله معانا بكل كفاءه. هنبدا اوريكم السحر بقى. انا هقفل السويتش بتاع المشترك وهبدل السلكتين دول مكان بعض قدامكم، وهنشوف ايه اللي هيحصل لو بدلنا اللاين الحي مع النيوترال في قطعة كوردلس. هل القطعة هتضرب ولا هيحصل ايه معانا بالظبط؟ طبعا احنا بنعمل الفيديو ده لايف قدام حضراتكم عشان نعرف ايه
إيه اللي هيحصل؟ هنبدأ نوصل، وهتأكد أنا بنفسي. هنا مش باين اللمبة، لو حضراتكم شايفينها فينا منورة اهيت، مش هتشوفوها عشان الفيديو. هنا الفردة الحية وهنا الفردة الميتة. هنيجي نقيس الاي سي. بصوا حضراتكم كده، هنيجي نقيس الاي سي اهوت بين الاس والفردة المفروض اللي هي الميتة. لقيت الميتة عطتنا ال 235، والحية المفروض تدينا فولتية، لكن ده ما حصلش. لو جبنا الدي سي كده فلقينا ان لما قلبنا البولاريتي او قلبنا اللاين مع النيوترال ما حصلش حاجة، والقطعة هتشتغل بكفاءة. ودي حاجة يعني من الحاجات المحترمة جدا 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 في كوردليس. هنجرب اهو. طيب ايه ممكن يحصل معانا لو احنا عكسنا النيوترال مع الارضي؟ هيحصل ان لو اللمبه من فوق اخده ارضي وانت عاطها ارضي تاني من الاوتبوت، فاللمبه مش هتطور، تعكس السلكتين وكل شيء هيشتغل تمام. اذا عكس اللاين مع النيوترال في الكوردليس مش هيأثر في حاجه، وده السبب اللي خلانا نحب المنتج ده ونشتغل بيه. دي نقطة حبيت أوضحها لإخواننا الفنيين وإخواننا الموزعين اللي هيشتغلوا في كوردليس، عشان لما يجي عميل ويقول لهم القطعة حصل فيها شورت تبقوا أنتوا فاهمين إن ده خطأ من العميل، إن من الراجل اللي بيركب القطعة، إنه لما خد الاس أخد لها من اللاين وهو في اللاين. لكن لو خد لها من اللاين وهو في النيوترال مش هيحصل أي حاجة خالص، لان في حمايات وبروتكشن هنا. اذا القطع بتاعه كوردليس دي تستاهل مليون نجمه. وكالعاده انا بنصح الناس تشتغل بقطع كوردليس لانها محققه المعايير الاوروبيه بحذافيرها والامان. ويا رب تكونوا استفدتوا من الدرس ده، هو درس مهم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من معرض النصر سمارت هوم. كان معاكم مهندس جمال نور الدين. نحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.